بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا متواجدين في بلدنا الثاني المغرب. رالي المغرب هو من اهم الراليات، والجوله الاخيره راح تكون من بطوله العالم، وحنا الحمد لله متصدرين هذه البطوله. طبعا نتمنى ان شاء الله التوفيق، وهدفنا هو الفوز بالنسخه هذه. طبعا العام الماضي فزنا ببطوله العالم وحسمناها هنا في المغرب، وان شاء الله هذه السنه يعني تكون محسومه من صالحنا. وطبعا هذا كله تجهيز واستعداد لرالي دكار، ونتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع، وكل الشكر للاخوه هنا في المغرب حكومه وشعبا. وطبعا الانطلاقه راح تكون من اكادير. كل الشكر للاخوه هنا في اكادير، منطقه سياحيه وجميله. واليوم احنا نتكلم عن عدد كبير من المشاركين والمنظمين، وخاصة السواح اللي جايين لهذه المنطقة الجميلة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق في هذه المرحلة بإذن الله. طموحنا هو الفوز، وإحنا متصدرين البطولة ونحتاج يعني بعض النقاط، لكن طبعا هدفنا هو الفوز. فزت برالي المغرب 5 مرات في مسيرتي، وإن شاء الله تكون هذه السادسة، ونحسم بطولة العالم هنا في المغرب، وهذا شيء مهم بالنسبة لي أنا كناصر العطية. المغرب تضاريسها يعني جدا جميلة، يعني خاصة الصحراء في إقبال كثير للسواح. الكل حاب أن يجي المغرب، ومثل ما قلت يعني كانطلاقة رالي المغرب من أكادير جدا ممتازة، من بعدها على زاقورة وعلى مرزوقة، وراح تكون يعني الصحراء وتضاريس جدا جميلة، والكل راح يستمتع بإذن الله. أكيد الفوز يعني لي الكثير لناصر العطية، لأن مثل ما قلت يعني هذا بلدي الثاني، وخاصة يعني قطر والمغرب جدا قريبين على بعض، وخاصة يعني الفرحة الكبيرة اللي جات للقطريين استضافة المغرب لكأس العالم إن شاء الله، وراح يكون الدعم من قطر لهذا البلد الحبيبة.